تشير لتورط الإسبان في حديث قارب مليليا. شاهدي التفاصيل الكاملة. كشفت معطيات جديدة بخصوص المناورة الخطيرة التي قام بها عناصر الحرس المدني الإسباني قبالة مليليا بصدم قارب ساحلي كان على متنه 4 أشخاص عن تورط مواطنين إسبانيا في وقوع ذلك الحادث. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن القارب مسجل بمدينة فالنسيا الإسبانية، وأن أشخاصا إسبان عمدوا إلى إدخال هذا القارب إلى سواحل إقليم الناظور قادما من مدينة مليليا المحتلة لاستغلاله في نشاط إجرامي مرتبط بتنظيم الهجرة غير المشروعة. وأضافت ذات المصادر أن الأبحاث تجري حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد ارتباطها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي. نشكركم على حسن المتابعة.